هو ده بقى مارك جويو، افضل مهاجم صاعد في العالم ومن خريجين اكاديميه لاماسيا. ويكفي ان اقول لك ان الاكاديميه دي برزت العديد من النجوم زي الارجنتيني ليو ميسي ولامين يامال وجافي وبيدري وبالدي وادم ازنو لاعب برشلونه للشباب والمحترف مؤخرا للدوري الالماني مع نادي بايرن ميونخ للشباب، وهو مغربي واسباني الجنسيه. كذلك مارك جويو، واللي صار اسرع بديل يسجل هدف بالدوري الاسباني لصالح برشلونه في التاريخ من اول لمسه. سجل هدف ضد اتلتيك بلباو بعد مرور 33 ثانيه فقط، وهو ما حسم اللقاء بفوز برشلونه وتقليص الفارق الى نقطه واحده مع ريال مدريد وجيرونا. قبل ما اكلمك عن مارك جويو وكيف تم تصعيده للفريق الاول، اتمنى من كل اللاعبين الموهوبين في مصر والعرب بشكل عام انهم يذهبوا الى اكاديميه لاماسيا، لانها باختصار صانعه النجوم. ولد مارك جويو في 4 يناير من عام 2006، عنده 17 سنه، لاعب صغير في السن ومناسب بشكل كبير جدا لبرشلونه. بدا مسيرته الكرويه في اكاديميه لاماسيا في موسم 2013-2014، وتم تصعيده للفريق الاول في عام 2023، وكان هداف يورو تحت 17 عام مع منتخب اسبانيا واللي اقيمت في يناير الماضي. قدر يسجل 8 اهداف في خلال 12 مباراه، وده رقم كبير للغايه. يكون هداف البطوله واظهر امكانياته انه فعلا مهاجم سوبر ويستحق ان هو يلعب في الفريق الاول. وكمان في الموسم الحالي تم استدعائه مع فريق برشلونه للشباب تحت 19 عام، وقدر يسجل 5 اهداف ومنهم هدفين في دوري ابطال اوروبا للشباب. مهاري وموهوب ولمسته حلوه على الكوره وفينيشر على المرمى بشكل مميز. اي فريق يتمنى ان هو يمتلك لاعب زي مارك جويو. حتى ان تشافي مدرب برشلونه كان صرح وقال بعد مباراه اتلتيك بلباو: حينما تعرضنا للكثير من الاصابات كنا بحاجه للنظر الى اكاديميه لاماسيا، واكبر دليل هدفه في مرمى اتلتيك بلباو ولمسته الساحره للكره واللمسه الاخيره. يكفي ان اقول لك ان هذه الاكاديميه كان بيلعب فيها الارجنتيني ليو ميسي، واللي اثبت وجوده منذ اول مباراه له مع برشلونه على نفس خطى مارك جويو. وكذلك لامين يامال في اول مباراه له مع برشلونه. ادم ازنو نجم الدوري الالماني حاليا مع فريق بايرن ميونخ للشباب ومؤخرا مع برشلونه. عايز تحقق احلامك وتصبح من افضل اللاعبين في العالم، فعليك الذهاب الى اكاديميه لاماسيا. فعلا اكاديميه تستحق الاشاده. وطبعا كلكم شايفين قد ايه ان لامين يامال مكسر الدنيا مع برشلونه في مركز الجناح الايمن، وكذلك جافي في مركز خط الوسط، وادم ازنو نجم الدوري الالماني مع نادي بايرن ميونخ. يمكن ما حدش واخد باله من الاسم ده، وان هو من خريجين اكاديميه لاماسيا وحاليا بيمثل منتخب المغرب للشباب. وليد الركراكي هيساعده قريبا للفريق الاول، عمره 17 عام. وكذلك بالدي الظهير الايسر لنادي برشلونه. علشان كده زي ما قلت لك اتمنى من كل اللعيبه في العالم الموهوبين وغير الموهوبين ان هم يذهبوا لهذه الاكاديميه اذا كان لديك الامكانيات الماديه اللي تسمح لك ان انت تذهب لهذه الاكاديميه. اخرهم الموهبه الفذه مارك جويو صاحب ال 17 عام. بس كده ما تنساش تقول لي رايك في اكاديميه لاماسيا، اتبعها لبرشلونه والجواري اللي بتبرزها كل عام. ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل فولو، وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله.